دلوقتي الفقرة اللي جاية دي حل اتحاد الكرة، حل أم تكريس للأزمة؟ لأن هذا موقف متكرر، المجلس اللي قبليه اتحل ومجلس قبليه اتحل، وكثيرا من أحكام القضاء تأتي دائما ضد الجهات الإدارية المسؤولة. دائما في كل مرة حد يختصم الجهة الإدارية يكسب القضية عليه. يبقى ده حل اتحاد الكرة، هل هو حل للأزمة ولا تكريس للأزمة؟ أنا أرى كابتن أستاذ إبراهيم أن الأمر عندما يتكرر على هذا النحو أن ده تكريس للأزمة. الناس بتتصور ان حل اتحاد الكرة اللي مش عاجبنا اللي غيظنا عشان ضربة جزاء وعشان مش عارف ظلم ايه وعشان فترة انتقالات ده بيحل. طيب. لا، دايما هيبقى في قرارات مش عاجبه الناس، لكن مسألة انك تخوض انتخابات والجهة الإدارية تعلم ان هناك عوار في العملية الانتخابية، وان لو حد رفع قضية هيكسبها، ونقعد بقى نساوف لحد فترة المجالس ما تنتهي. مش ده الحل يا اخوان. الحل ان الناس عندنا قانون، عندنا لوائح ما نلتزم بيها. اذا صدر حكم باستبعاد عدل القيعي يبقى عدل القيعي ما ينزلش عشان ما يحلش المجلس. عندنا شكل من اشكال التصويت. مش معقوله ان الجهه الاداريه تصر على اقامه انتخابات الاهلي على عوار، تصر على اقامه انتخابات اتحاد الكره مرتين على عوار، وكل ده بتخسره، واللي بيتظلم فيها الناس اللي بتنجح في الانتخابات، واللي بيتظلم فيها المؤسسات اللي بيتعين لها مجالس او انها تعيش في اضطراب وفي صراع. فانا الحقيقه عايز الجهه الاداريه تكون شفافه قوي في عمليه الانتخابات دي، واللي جاي يكون افضل من كده، لان اذا عشنا بالطريقه دي باستمرار بنضحك الناس علينا. طيب، ده حكم القضاء الاداري اللي صدر امبارح من الدائره الثانيه بحل مجلس إدارة الاتحاد، وقال إن الانتخابات الأخيرة لاتحاد الكرة لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية، حيث تبين أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبي على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد. المحكمة أصدرت للمدعين عمر هريدي ومجدي الهلباوي أحكاما لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الرواري، وامتنعت الجهة الإدارية عن إعمال مقتضاها، وسمحت لهما بخوض الانتخابات، الأمر الذي يمثل خرقا لأحكام الدستور والقانون الذي أوجب تنفيذ الإلغاء، والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسري على الكافة. المحكمة أضافت أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعي يجوز أو يحوز حجية الأحكام في هذا الخصوص، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. ده اللي قالته المحكمة. لكن الجديد النهاردة أنه اتحاد الكرة قدم استشكال أوقف تنفيذ الحكم، والجهة الإدارية ممثلة في وزير الشباب والرياضة قال انه اتحاد الكرة له الحق في السير في الاتجاه القانوني والتقاضي، لانه اتحاد الكرة عمل حاجتين النهارده يا باشمهندس: طعن قدام الاداريه العليا واستشكل قدام القضاء الاداري عشان يوقف تنفيذ الحكم. ووزير الرياضه قال لك اول ما هيجيني حكم نهائي هنفذه في خلال اسبوع. ما دي الكلمه اللي بتقولها باستمرار الجهه الاداريه. وفي كل الاحوال الحياه القانونيه بقينا يعني انا وانت دلوقتي عارفين نعمل ايه لو تعرضنا للموقف ده. استشكال، وبعدين جهه اداريه عليا، وبعدين طعن، وبعدين مش عارف ايه، وبعدين وبقابلني يكون المده عدت. صحيح. المجلس استاذ جلال علام قعد 3 سنين في هذا الامر، وبعدين قبل ما يمشي بشهرين ولا 3 اضطر انه يستقيل عشان ما يضعش مصر في مأزق. هي في الاخر بتربك المشهد. انا ماليش دعوه مين اللي يبقى ومين اللي يمشي، لكن ليا دعوه انك انت ما انتش مهندس التنظيم. انت ما بتعديش على حد تشوفه مخالف تقوم تعمل له محضر وتسيبه تمشي، ولما العماره تقع تقول له ما انا عملت له محضر. انت عندك السلطه ان توقف الخطا قبل ان يقع، وده اللي لازم يتم باستمرار. اليوم السابع قال انه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اقسم منذ شهرين ان مجلس اداره اتحاد الكره سيتم حله، وقال انه مجلس باطل من بدايته، وقال انا عاوز اقول لمجدي عبد الغني ان كل القرارات التي تصدر من الاتحاد بعد الحكم باطله، ولجانه ايضا باطله.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونيه نقلها اليوم السابع انه مباراه الزمالك والمقاصه هتتعاد، ولما الاهلي او اي فريق تاني يتظلم امام الزمالك وعاوز يعيد الماتش نعيده في اي زمان ومكان. ده كلام مهم، ما عاديش كده. ايوه، مساله ان الاستاذ مرتضى منصور بصفته رجل قانون يستشعر ان في اسباب للحل، ما ناس كتير كانت شاعره ان القرار هيبقى كده، وحتى الاستشكالات دي كلها عارفين ان مصيرها في النهايه تنفيذ الحل، بس هي كسب وقت. فده موضوع. لكن مساله يعني اذا كان هناك اسباب قانونيه في مباراه المقاصه ان يعترف حاجه بالخطا في تطبيق القانون هتتعاد، ولكن الخطا في التقدير حتى لو اعترف انه بعد ما شاهد المباراه اللي ما شافش فيها اللعبه هتبقى ضربه جزاء، ما فيش ولا الاتحاد الدولي يقدر يعيدها، لان تيري هنري اعترف، انا قلت لك بلمسه يد اقصت كرواتيا، ولما اعترف قالوا له خلاص. طيب ايه خلط الورق هنا بقى؟ هي دي المشكله. استاذ عمر هريدي المحامي ده عضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك، واحد مقيم الدعوه ضد اتحاد الكره لانه كان مرشح في الانتخابات الاخيره لاتحاد الكره ولم يتمكن من ان هو ياخد الوقت الكافي، لانه المحكمه كانوا استبعد من قبل اللجنه المشرفه على الانتخابات ورفع دعوه، فالمحكمه رجعته في وقت متاخر. الراجل شاف انه اهدر حقه في الدعايه الانتخابيه زيه زي بقيه المرشحين، فده مبدا يبطل الانتخابات. اما خد الحكم الكلام بقى من اللي محتاج وقفه. قال عمر هريدي انه الحكم رد اعتبار لجمهور الزمالك والنادي الزمالك المظلوم تحكيميا من وجهه نظره. ايه العلاقه؟ وقال ان انا هنسق مع نادي الزمالك، ولو الجمعيه العموميه عايزاني اسحب القضيه هسحبها. بصوا بقى واحده بواحده. بعد ما حصل الحكم صدر قال لك لو الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. طب ما تيجي نسمعه احسن. اسمعه عشان نفهم الحكم ضد اتحاد الكوره ماله نادي الزمالك. طب نسمع عمر هريدي. هل ممكن الايام القادمه نفاجئ ان الاستاذ عمر هريدي ومستشار عمر هريدي تنازل عن الدعوه او تراجع عنها، ولا حضرتك مكمل للنهايه، ولا ممكن حد يقنعك بشيء ونفاجئ ان انت تنازلت؟ هسألك سؤال، انت رأيك ايه في الظلم البين الواقع على نادي الزمالك؟ لا يعني طبعا ده شيء، ده طبعا الزمالك في اخطاء كبيره جدا ضد نادي الزمالك، اتفق معاك فيها، لكن انا بسال حضرتك انت. ما انا الاجابه ليه سالت حضرتك؟ الاجابه الوحيد الذي يملك ان يثنيني عن هذا الحكم هو جمهور نادي الزمالك واعضاء جمعيته العموميه ومجلس ادارته، لانه انا هذا الحكم بقدمه لاعضاء نادي الزمالك واقول لهم يعني ربنا اراد انه يصدر هذا الحكم في هذا التوقيت في ظل مشكله نرى نحن كلنا كزملكاويه، وانت واحد من يعني اعمده نادي الزمالك، ان هناك ظلم بين واقع علينا من خلال تجاوزات كثيره ليست في الفتره اللي احنا فيها، ولكن عبر سنوات طويله انت عشتها كلاعب محترف وكنت تعي تماما. يعني التصعيد ده يا استاذ عمر هو انتقام من اتحاد الكره بسبب الاخطاء الواقعه على الزمالك؟ لا، هو طبعا صدور الحكم جه في ذات التوقيت وليس انتقام، لان احنا الدعوه دي مقامه من شهر 9 اللي فات 2016، لكن ربنا اراد انه يجي في توقيت الازمه اللي احنا كلنا عندنا بنشعر بمراره يا استاذ هاني تجاه اتحاد كره. لكن حضرتك اللي ربطت دلوقتي. لا يخلو الامر وانا بكلمك بشكل متجرد، لا يخلو الامر من حل ضيق تجاه اتحاد كره الكره وتعسفه مع نادي الزمالك ومع الجماهير ومع يعني الظلم اللي احنا بنعيشه خلال الفتره اللي فاتت. طيب انا كنت قرأت ان في تواصل ما بينك وبين رئيس نادي الزمالك فيما يخص الانسحاب وفيما يخص انتظار القرار النهارده، هل تواصلتم ما بعد الحكم؟ لا، انا للاسف طبعا ارهقت النهارده لانه كان اليوم طويل وممتد بدءا من الصباح الباكر وحتى يعني اللحظات اللي فاتت دي، لكن ان شاء الله بكره انا موجود في نادي الزمالك برضه بتشاور مع مجلس الاداره ومع اعضاء الجمعيه العموميه داخل نادينا حوالين الجمعيه العموميه اللي جايه ان شاء الله في نهايه شهر 3، خطوات التصعيديه اللي احنا هناخدها. انا بقول انه مجلس اتحاد كره القدم اصبح بهذا الحكم فاقد لشرعيه التواجد. كلام شديد الخطوره. صحيح. كلام شديد الخطوره، دغدغه مشاعر
قطاع من الجماهير بهذه الطريقة، أنا مش فاهم. يعني هو بيسأله هو أنت لما عملت القضية ما معناه يعني كان في ظلم على الزمالك؟ يعني طب أنت رفعت تحسبا لو إن يحصل ظلم على الزمالك وتكسب القضية؟ إيه علاقة إيه اللي أقحم نادي الزمالك في حكم ضد اتحاد الكورة؟ وإن جمهور الزمالك بس اللي يقول له اسحب، وهو في وقت يريد الأستاذ هريدي المحترم صاحب اللغة الرصينة إنه يعني بيتظلم إنه ما كانش عنده فرصة بقى عضو اتحاد كورة. هل ممكن واحد بهذه المشاعر يكون عضو اتحاد كورة؟ هل ممكن واحد يكون في موقف لإدارة محايدة على الجميع؟ انك تنتمي لنادي كل الناس منتميه، لكن كده تاخد حكم بهديل جمهور الزمالك. وبعدين الاستاذ هريدي انا سمعته في احد القنوات بيساله بشكل مباشر، طب انت لو بقيت عضو اتحاد كوره او عضو اتحاد او تترشح في نادي الزمالك؟ قال له لا قولا واحدا نادي الزمالك. قال له هتترشح على ايه؟ قال له على منصب الرئيس. قال له ازاي؟ قال له مع الاستاذ مرتضى. قال له ازاي تنزل قال له لا ضده، يعني انا والاستاذ مرتضى هنتنافس على مركز الرئاسه. يعني وانا بقدم نفسي للجمعيه العموميه دلوقتي من خلال هذا الحكم بزاد على حب الزمالك عشان يقولوا الاستاذ مرتضى صعب حد في الفتره دي يتجاوزه في الزمالك. لكن وايا كان الجمعيه العموميه بتاع الزمالك هي حره تعمل اللي هي عايزاه، لكن ازاي انا يصل الخلط ان انا هيج الجماهير على اتحاد الكوره عشان اخد شعبيه جوه نادي الزمالك؟ ازاي؟ عارف النكته في اللي انت سمعته ده ايه؟ ان عمر هريد الراجل قال لك انا بتكلم بشكل متجرد. مش عارف اذا كان ازاي متجرد، يعني بعد كل اللي قاله ده من خلط ومقايضه هو فجأة قال لك انا بتكلم بشكل متجرد. قال لك انا ممكن استفيد يعني ايه متجرد بعد كل ده؟ يعني مصر تخش في ازمه واتحاد كوره يخش في حل عشان انت بتسال جمهور الزمالك تحب اعمل ايه؟ لا وبعدين انت اصلا كنت مرشح لاتحاد الكوره، يعني كل القضيه ان انت مرشح لاتحاد الكوره، انك زعلان ما خدتش فرصتك بالظبط في اتحاد الكوره. صحيح، يا مش ضد نادي الزمالك يعني انت مش في مشهد مش داخل ممثل لنادي الزمالك في اتحاد الكوره. الاستاذ مرتضى كان رافع قضيه في ظل وجود الاستاذ ممدوح عباس. في لحظه ما الزمالك حصل له دربكه فطلع قال انا بتنازل عن القضيه علشان حفاظا على استقرار النادي، عشان جمهور نادي الزمالك وعشان اعضاء نادي الزمالك. هي الملعب بتاعت الزمالك، اذا قضيه لصالح الزمالك. انما ده واحد كان بيتكلم في تزويد النفط مقابل الغذاء، لكن انا داخل اتحاد الكوره اسيبه لكم؟ لا واسيبه لكم بشرط تعيدوا الماتش. قال لك انا لو طلب مني ان انا اسحب الدعوه مقابل رفع الظلم عن نادي الزمالك من وجهه نظره استجيب، على اساس ان مفيش طرف ثاني خالص، على اساس ان مفيش حاجه خالص، ولا في اتحاد ولا في حد، مين يقبل هذا؟ ولا في عاقل حتى يعني مين يقبل؟ بس هو الاستاذ مرتضى الحقيقه له تصريح بيقول لك الماتش هيتعاد خلاص. وله تصريح تاني بيقول لك والله لو الاهلي عايز يتظلم على نتيجه ما معناه على نتيجه السوبر ما يتظلم ونعيد الماتش. نفتح كتاب بقى ما هو اصلا هتستند الى ايه انت والاهلي في اعاده المباريات دي؟ مفيش حاجه الا اذا الحكام قالوا اخطانا في تطبيق القانون واضحه، لكن غير كده لن تعاد المباراه ولا حد يحكم لك بيها في العالم.